يا هلا فيكم يا متابعيني في قصة جديدة فيها من الضحك ومن الوجع الشيء الكثير. والله إن شر البلية ما يضحك. أحياناً الواحد يربي ويتعب وفي الأخير يكتشف إنه مخرج جيل بارد ما يعرف من الدنيا إلا الشكليات. أنا اسمي حصة، عمري الحين في أواخر الأربعينات، بس اللي يشوفني يعطيني أصغر بكثير لأني والله الحمد مهتمة بنفسي وبجمالي وبأناقتي. عشت عمري كله مع زوجي أبو النيرة الله يرحمه، كان إنسان طيب بس ناشف ما يعرف من الرومانسية إلا اسمها. عشت معاه سنين طويلة وأنا أحس بنقص، أحس إني أنثى بس مخزنة في الفريزر. وجبت منه بنتي الوحيدة منيرة اللي دلعتها وربيتها أحسن تربية. لما كبرت منيرة تقدم عليها شاب سوداني اسمه عثمان، يا ساتر على الهيبة، طول بعرض، سمار يفتح النفس وأخلاق وأدب وشهامة. بصراحة أول ما شفته قلت في نفسي يا بختك يا منيرة بذا الأسد. وفعلا تم الزواج وعاشوا في شقتهم، بس ما كملوا شهر إلا ولقيت عثمان جاني البيت ووجهه ما يتفسر، طالع فيني وقال بلهجة السودانية الحنينة يا حاتمي يعني حماتي، أنا والله تعبت، بنتك هذه منيرة كأنها حجر، كل ما أقول لها كلمة حلوة تصد، وكل ما أطلب حقي الشرعي تطلع لي بألف عذر. ها والله بغيت أضحك في وجهها من القهر، بنتي اللي مربيتها على يدي ترفض هالجمال وهالرجولة؟ قلت له يا ولدي يا عثمان اصبر عليها، البنت لسه صغيرة ومستحية. رد علي بحرقة يا حصة أنا عريس ولي حقوق ولي مطالب، وهي ولا هي هنا قاعدة بس على الجوال والنت وكأن الزواج عندها بس فستان وحفلة. هنا حسيت بوجع في قلبي، تذكرت جفاف أبو منيرة وقلت مستحيل بنتي تكرر مأساتي وتضيع هالرجال من يدها. رحت لمنيرة شقتها وقعدت معاها ولقيتها ببرود تقول لي يما وش هالكلام، أنا مالي في هالأمور، وعثمان هذا ما يشبع كل شوي يبي ويبي، أنا أبي أعيش بكياني مو مجرد أداة لإرضاء رغباته. يا دافع البلا، كيان إيش يا بنتي وانتي في شهر العسل؟ قلت لها يا عبيطة الرجال يحبك ويبيك، وإذا ما عطيتيه اللي يبيه بيروح لغيرك. قالت لي بكل ثقة خليه يروح، أنا ماني بآلة. هنا عرفت إن الموضوع كبير وإن منيرة محتاجة درس قاسي يخليها تعرف قيمة النعمة اللي بيدها. عثمان كان يطالع فيني بنظرات كلها قوسل وكأنه يقول يا حماتي انقذيني. بصراحة أنا داخلي كان فيه صراع، كنت أحس بغيرة مو من بنتي، غيرة على بنتي وكيف إنها مضيعة هالرجال بجمال عثمان. وقلت له يسمع يا عثمان، أنا بقعد عندكم كم يوم وبحاول أغير تفكيرها وبدلعك بالأكل والفسفور لين هي تشوف وتغار. وافق عثمان وطار من الفرحة، وفعلا قعدت عندهم وصرت أطبخ له كل ما لذ وطاب، سمك ربيان. يا هلا فيكم يا متابعيني في قصة جديدة فيها من الضحك ومن الوجع الشيء الكثير. والله إن شر البلية ما يضحك. أحياناً الواحد يربي ويتعب وفي الأخير يكتشف إنه مخرج جيل بارد ما يعرف من الدنيا إلا الشكليات. أنا اسمي حصة، عمري الحين في أواخر الأربعينات، بس اللي يشوفني يعطيني أصغر بكثير لأني والله الحمد مهتمة بنفسي وبجمالي وبأناقتي. عشت عمري كله مع زوجي أبو النيرة الله يرحمه، كان إنسان طيب بس ناشف ما يعرف من الرومانسية إلا اسمها. عشت معاه سنين طويلة وأنا أحس بنقص، أحس إني أنثى بس مخزنة في الفريزر. وجبت منه بنتي الوحيدة منيرة اللي دلعتها وربيتها أحسن تربية. لما كبرت منيرة تقدم عليها شاب سوداني اسمه عثمان، يا ساتر على الهيبة، طول بعرض، سمار يفتح النفس وأخلاق وأدب وشهامة. بصراحة أول ما شفته قلت في نفسي يا بختك يا منيرة بذا الأسد. وفعلا تم الزواج وعاشوا في شقتهم، بس ما كملوا شهر إلا ولقيت عثمان جاني البيت ووجهه ما يتفسر، طالع فيني وقال بلهجة السودانية الحنينة يا حاتمي يعني حماتي، أنا والله تعبت، بنتك هذه منيرة كأنها حجر، كل ما أقول لها كلمة حلوة تصد، وكل ما أطلب حقي الشرعي تطلع لي بألف عذر. والله بغيت أضحك في وجهها من القهر، بنتي اللي مربيتها على يدي ترفض هالجمال وهالرجولة؟ قلت له يا ولدي يا عثمان اصبر عليها، البنت لسه صغيرة ومستحية.
رد علي بحرقة: يا حصة، أنا عريس ولي حقوق ولي مطالب، وهي ولا هي هنا قاعدة بس على الجوال والنت، وكأن الزواج عندها بس فستان وحفلة. هنا حسيت بوجع في قلبي، تذكرت جفاف أبو منيرة وقلت مستحيل بنتي تكرر مأساتي وتضيع هالرجال من يدها. رحت لمنيرة شقتها وقعدت معاها ولقيتها ببرود تقول لي: يمه وش هالكلام، أنا مالي في هالأمور، وعثمان هذا ما يشبع، كل شوي يبي ويبي، أنا أبي أعيش بكياني مو مجرد أداة لإرضاء رغباته. ها يا دافع البلا، كيان إيش يا بنتي وانتي في شهر العسل؟ قلت لها: يا عبيطة، الرجال يحبك ويبيك، وإذا ما عطيتيه اللي يبيه بيروح لغيرك. قالت لي بكل ثقة: خليه يروح، أنا ماني بآلة. هنا عرفت إن الموضوع كبير، وإن منيرة محتاجة درس قاسي يخليها تعرف قيمة النعمة اللي بيدها. عثمان كان يطالع فيني بنظرات كلها قوسل، وكأنه يقول: يا حماتي انقذيني. بصراحة أنا داخلي كان فيه صراع، كنت أحس بغيرة، مو من بنتي، غيرة على بنتي، وكيف إنها مضيعة هالرجال بجمال عثمان. وقلت له: يسمع يا عثمان، أنا بقعد عندكم كم يوم وبحاول أغير تفكيرها، وبدلعك بالأكل والفسفور لين هي تشوف وتغار. وافق عثمان وطار من الفرحة، وفعلا قعدت عندهم وصرت أطبخ له كل ما لذ وطاب: سمك، ربيان، استكالوز، وأهتم بملابسه وبتفاصيله. ومنيرة ولا هي هنا، لا هي بس بسوالف البنات في سناب. بدأت أشوف نظرات إعجاب في عيون عثمان، نظرات كانت تخليني أرتكب، لأني كنت محرومة من هالاهتمام سنين. صرت أقول في نفسي: ليتني أنا اللي تزوجت واحد مثل عثمان بشبابي. استغفر الله على هالأفكار، بس الوحدة والحرمان يسوون أكثر من كذا. وفي ليلة دخلت على عثمان المكتب ولقيته جالس يفكر. قلت له: يا عثمان، عندي خطة بتخلي منيرة تجري وراك جري وتطلب هي اللي تبيه. طالع فيني بلهفة وقال: قولي يا حصة، إيدك على إيدي، أنا مستعد لأي شيء يرجع لي مراتي. قلت له: الخطة هي الغيرة، بنمثل عليها إنك طحت بحب واحدة ثانية، وواحدة فاهمة وناضجة، ونشوف وش بتسوي بنت الحلال. فكر عثمان شوي وبعدين ابتسم بذكاء وقال: والله فكرة يا حماتي، بس مين هي هالوحدة اللي بكلمها؟ طالعت فيه وقلت وأنا قلبي يدق: أنا اللي بكلمك، وبنعيش الدور لين تنهار حصون بنتي. بدأنا الخطة في نفس الليلة، وأنا جالسة في غرفتي وقلبي يدق طبول، ماني عارفة أنا قاعدة أسوي صح ولا قاعدة ألعب نار بتحرقنا كلنا. ضحكت ضحكة تهكم على حالي. أنا حصة اللي طول عمري أركض ورا الستر، الحين صرت العشيقة المجهولة لزوج بنتي عشان أعدل حالها. الساعة دقت 12 بالليل وجوالي رن، وكان عثمان. رديت بصوت ناعم وخافت كأني بنت في 20، وبدأنا نسولف. كان عثمان يقول لي بلهجة السودانية العذبة: يا زولة، والله كلامك زي البلسم، وين كنت مخبية هالحلا كله؟ وأنا أرد عليه بدلع مدروس وأقول له: أنا دايم موجودة يا عثمان، بس أنت اللي كنت لاهي باللي ما تقدر النعمة. وكنا ندري إنه منيرة في الغرفة الثانية قاعدة تسمع وحاطة إذنها على الباب. والله إن كيد النساء عظيم، بس كيد الحموات أعظم بمليون مرة. مرت الأيام ومنيرة بدأت تتغير، صارت تطالع في عثمان بنظرات كلها شك وقهر. شافت زوجها البارد اللي كانت تصده صار كل الوقت مبتسم والجوال ما يفارق يده، صار يهتم بملابسه ويتعطر بأغلى العطور السودانية الفواحة، وصار لما يكلمني بالليل يضحك بصوت عالي ويقول: يا سلام، والله إنك فاهمة الدنيا صح. وأنا كنت أحترق من داخلي. الصراع النفسي كان يبان في عيونها، صارت ما تنام، صارت تراقبه من وراء الأبواب، وأنا كنت أزيد الجرعة. صرت أطبخ لعثمان الأكلات اللي يحبها قلبي وقلبه، وأقول قدامها: يا منيرة، الرجال محتاج دلع، محتاج وحدة تعرف وش يبي قبل ما ينطق. وهي كانت ترد علي ببرود مصطنع وتقول: خليه يا يمه، اللي يبي يروح يروح. بس أنا كنت أدري إنها قاعدة تموت،
وفي ليلة انفجرت منيرة، دخلت على عثمان في المكتب وهو يكلمني، وطبعا أنا كنت مسجلة اسمي في جواله باسم زميل الشغل عشان التمويه. صرخت فيه وقالت: من هي اللي تكلمها كل ليلة؟ من هي اللي خلتك تنسى بيتك وزوجتك؟ عثمان بكل برود وبثبات الرجال السودانيين الأقوياء قفل الجوال وطالع فيها وقال لها: والله يا منيرة انتي قلتي مالي بهالأمور، وقلتي إنك تبين كيانك وأنا كرجال لي احتياجات، وإذا انتي ما تبين تعطيني حقي فيه غيرك يتمنى لمحة من عيوني. يا ساتر على القوة. هنا منيرة انهارت وبدأت تبكي وتقول: أنا زوجتك وأنا أولى بفيك. عثمان كمل الدرس وقال لها: الزواج مو بس اسم في ورقة، الزواج روح وحياة وحنان، وإذا أنتي تبين تظلين صنم أنا بتزوج عليكي، والعروس جاهزة ومن سنك وفوق ناضجة وفاهمة. هنا منيرة طاحت عند رجولة وقالت: لا يا عثمان، تكفى، لا تروح لغيري، أنا بسوي لك كل اللي تبيه، والله بكون لك الزوجة اللي تحلم فيها. وأنا كنت أسمع كل شيء من وراء الباب، وقلبي كان يرقص فرح لبنتي، بس في نفس الوقت كان فيه غصة بصدري، غصة إني نجحت في الخطة بس رجعت وحيدة لغرفتي ولحرماني. شر البلية ما يضحك. الأم اللي أحيت قلب بنتها رجعت تدفن قلبها في ذكريات أبو منير الجاف. الصراع الداخلي كان ياكلني، كنت أحس بامتنان لعثمان لأنه ساعدني، وفي نفس الوقت كنت أحس بخسارة لأن السواليف الليلية اللي كانت تخليني أحس إني حية انتهت للأبد. منيرة من ذيك الليلة صارت وحدة ثانية، صارت هي اللي تتصل عليه وتدلعه وتلبس له أحسن ما عندها، وصارت تطلب منه القرب وما عاد تقول لا أبداً. وعثمان رجع أسد في بيته سعيد ومرتاح، وجاني بعد يومين وباس راسي وقال لي: يا حصة، والله لولا الله ثم فكرتك كان بيتنا خرب، انتي مو بس حماتي، انتي منقذة حياتي. ضحكت له وقلت له: تستاهل يا عثمان، ومنيرة بنتي وأنا أبخس بمرضها وعلاجها. ورجعت لبيتي، قفلت بابي وقعدت في صمتي المعتاد، بس كنت مرتاحة، كنت أدري إن بنتي الحين في أمان مع رجال يقدرها، وإن الدرس السوداني اللي عطيتهم إياه كان هو الحل الوحيد لبرودها القاتل. القصص يا جماعة مو بس كلام، القصص دروس، والمرة الذكية هي اللي تعرف كيف تحافظ على زوجها قبل لا يطير من يدها. ومع السلامة يا أحلى متابعين، وانتبهوا على بيوتكم، ترى الغيرة نار تحرق، بس أحياناً تدفي القلوب الباردة.